السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في قناه امي حبيباتي. اليوم البنات غنشارك معكم هاد الطلبيه اللي كانت ديال الكاب كيك بدقيق القمح الكامل بدون دقيق ابيض والزبيب والقرقاع. صراحه كيجوا زوينين بزاف وكيجوا خفاف ولذاذ. كنتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها ان شاء الله. قبل ما ندوزو المكونات وطريقه التحضير، الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش هكا توصلوا بكل جديد ان شاء الله. وما تنسونيش من اللايكات والبارطاج القناه مع احبابكم وصحابكم. هادو هما المكونات البنات اللي غنحتاج: 4 البيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ، كاس تاع السنيده ما عامرش، وعندي كاس تاع الزيت حتى هو يعني ما عامرش بزاف، وعندي الزبيب والقرقاع اللي مقطعين رقاق. الكميه كتبقى اختياريه. عندي هنا قبيصه ديال الملح وشويه النكهه ديال الفاني او الساشيه ديال الفاني اللي متوفر عندكم. عندي ياغورت الفاني او ياغورت طبيعي، كاس تاع الحليب كتقدروا ديروا كميه كامله حليب. عندي 2 خمارات بوزن 8 غرام. حبيبات الشوكولاط هادو غير للتزيين البنات، التزيين كيبقى اختياري، تزينوا باي حاجه عندكم. وعندي دقيق القمح الكامل كما كتشوفوا هنا البنات راه بالنخاله ديالو. غندوزو للطريقه ديال التحضير. كتاخذوا واحد الطراب كهربائي او خلاط كهربائي اللي متوفر عندكم. هنا البنات صراحه انا خدمت غير بالهاشوار، كان خسر لي الطراب. كناخذ 4 البيضات كما قلت لكم يكونوا بدرجه حراره ديال المطبخ، وغندير معاهم هذيك القبيصه ديال الملح والساشيه ديال الفاني، وكنطربوا البيض مزيان هو الاول، عاد كنضيفوا عليه باقي المكونات. صافي بعد ما كنخلطوهم غنضيف السنيده ونضيف الزيت. بعد ما كنخلطوا السنيده والزيت غنضيف الياغورت. صافي كنطربوا هاد المكونات كاملين مع بعضياتها مزيان مزيان حتى كينسجموا، وكنوضعهم في واحد الاناء. بعد ما وضعت الخليط في هاد الاناء غنضيف عليه الزبيب والقرقاع اللي درت ليهم واحد شويه دقيق من قبل. صافي وهنا غنضيف الدقيق القمح الكامل كنخلطو غير بالطرابيه يدوي في هذه المرحله. غندير 2 خمارات صافي وكتخلطوا مزيان. كتضيفوا الدقيق على دفعات. الكميه البنات كتبقى على حسب الحجم ديال البيض. هنا البنات الخليط ما يكونش خفيف وما يكونش ثقيل بزاف، هذا هو القوام ديالو، ما خصوش يكون خفيف. هذا هو القوام البنات ديال الخليط. صافي كناخذ المول ديال الكاب كيك كندير فيه هاد الكويعطات ديال الكاب كيك. صافي وغادا نبدا نعمر فيهم. ما تعمروهمش البنات بزاف، يعني كتخلوا ليهم فين يتنفخوا. صافي كنعمرهم كاملين. غادا نزينهم بهذوك الحبيبات ديال الشوكولاط، اولا كديروا من الفوق اللوز ايفيلي او اللي بغيتو نتوما، اولا كتخلوهم هكاك. تزيين البنات كيبقى اختياري. بعد ما كنزينوهم كنشعل الفران. انا هنا طيبتهم غير الفران ديال الغاز. غادا نشعلوا الفران حتى كيسخن. صافي وكتنقصوا العافيه ما تكونش مجهده، العافيه تكون مهيله، راه ما كياخذوش الوقت بزاف في الطياب. هذا هو الشكل ديالهم البنات بعد ما طابوا. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم، صراحه صحيين وكيجوا لذاذ خصوصا هكا الوليدات للمدرسه. وصلنا البنات النهايه ديال الفيديو. الا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايكات ديالكم ومن التعليق ديالكم اللي كتشجعني، ومن بارطاج القناه مع احبابكم وصحابكم العائله ديالكم. وتسناو الفيديوهات جداد ان شاء الله. خليتكم على خير وتهلاو في ريوسكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.